اهلا بحضراتكم مره تانية. احيانا الفقره دي فقره يعني مشوقه جدا جدا، لان هيبقى فيها معلومات اظن ان اغلبنا هيبقى لاول مره بيسمعها. هو عن عالم الحيوان، لكن عند قدماء المصريين او عند المصري القديم وعلاقته بيه. وهل في حيوانات مثلا كانت موجوده في الفتره دي خلاص ما بقتش موجوده نتيجه الانقراض او ايا كان عوامل بيئيه؟ تعاملاته مع الحيوانات ازاي، كان بيروضها ازاي، بيستأنسها ازاي؟ ده موضوع شيق جدا. خلوني ارحب بضيفي اللي هيكلمنا اكتر عن الموضوعات دي وعن تفاصيل واسرار احنا يمكن ما نعرفهاش. مع ضيفي دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الاثار المصريه والارشاد السياحي بمعهد العالي للدراسات النوعيه، وايضا عضو لمؤرخين العرب، جمعيه مؤرخين العرب، صح كده يا دكتور؟ تمام. صباح الفل على تحديدا. حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل. الموضوع اصلا لوحده غريب، وما اظنش ان حد اتناقش فيه قبل كده. تمام. الحيوان والمصري القديم، او عالم الحيوان المصري القديم. البدايه بقى مع حضرتك، يعني تقول لنا البدايه منين، وعرفنا اصلا ازاي انه انواع الحيوانات اللي كان بيتعامل معاها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البدايه لابد ان نؤكد ان البيئه الطبيعيه في مصر القديمه احدثت تناغم مع الانسان المصري القديم. الحاله العامه ان المصري وجد كل عناصر الطبيعه، سواء بنقول نباتات او حيوانات، وجد ان فيها صفات ربانيه مشتركه مع الصفات الخاصه بيه. مفيش معزل، مفيش فرقه ما بينه وبين الحيوان او بينه حتى وبين النبات او اي مظهر من مظاهر الطبيعه. أصبح إن في قاسم مشترك دايما أما بيعوز يعبر عن أي صفة موجودة جزء منها عنده، بيبتدي يفكر فيها أو يراها في الكائنات المحيطة بيه. ويمكن الجانب ده بالتحديد خلاه إن هو يتأثر بكل الخصائص أو الصفات اللي بيشوفها في الحيوانات المختلفة. يعني إذن من إطار حديثي ده إن هو اتخذ من الحيوان بمثابة تعبير، ممكن نقول صفة متعلق بحالة بيولوجية، صفة متعلقة بجانب ديني، جانب فني، جانب أدبي بعد من ذلك. يعني في نواحي مختلفة خلته إن هو تأثراته بالحيوان ما تبقاش ممكن نقولها مش مجردة بالمعنى، لا، بقى في عنصر تطور مختلف معاه. ابتدى يبقى عنده احتوائية ليه بصورة كبيرة جدا. ده ما يمنعش ان هو عمل توافق معاه في العمل او في الفكر مجازا، ان ابتدى يمشي على منظور الحيوان واستغلاله لخدمته، مش العكس. فالاطار دوت خلته من منذ عصور ما قبل التاريخ مجازا نبتدي نلاقي شواهد على وجود الحيوانات بمختلف النواحي في مصر القديمه، سواء بنقول الصخور الحجريه مجازا، جوانب متعددة لنقوش مختلفة لعدد من الحيوانات زي التيران أو حتى الفيلة أو حتى الظبي أو الغزلان. كل دول كانوا موجودين في فترة زمنية ما، وابتدى ان هو يحرص على ان ازاي يحاول يبقى في عنده عنصر مش الصيد بس بقى. يعني هو كان الترويج. بيصطادهم احنا الصورة، بالفعل. معلش عفوا، اللي مع المشاهدين على الشاشة دي اشرحها لنا برضه عشان دي المشاهد يبقى اغلبها فاهمها. صور من نفس اللي انا بوصفها او بدايه حديث اللي هي قطيع متعدد، لوجود نماذج خاصه بفكره ازاي هو قدر يعمل له تنظيم وفي نفس الوقت يستغل حرارته. يعني حتى في بعض المواشي مجازا او التيران او الماعز كان بيعلق لها جرس معين علشان يقدر يعرف معدل حركتها ماشي بانتظام ولا لا، توقفت ولا لا. بالاضافه ان هو كان بيسهم بشكل كبير يستغل حركتها المنتظمه ديت بعد تدريبه عليها ان هي تشتغل في امور الزراعه، ان ازاي تهرس البذور بعض الشيء اللي موجوده في التربه. ده جانب من الجوانب اللي هي الاستخدامات متعلقه بمهنه معينه. ده ناهينا عن اللي هو كان بيعتمد على صيدها في جانب متعلق بفكره ان هو ازاي يتناولها بعد من دي ذلك، هنا تعاملاته دي باينه ان دي التحكم مثلا. فيها بعض نقدر الشيء. نعرف من الرسومات، حضراتكم عرفتوا من الرسومات انواع الحيوانات ولا طبعا ما؟ عندنا الظبي، عندنا الغزلان بعض الشيء، عندنا التيران بانواعها المختلفه. يعني في نماذج متعدده ظهرت لنا خلتنا ان احنا نشوف مدى التطور اللي كان ملموس في مصر القديمه. بالاضافه ان كان بيبقى لسه زي ما كنت بتحدث مع حضرتك استجلاب من الخارج. يعني مش كل دي الحيوانات غريبه قوي يا دكتور طبعا، دي، مش يعني ما كل نتخيلهاش احنا ابدا يعني. لا بالعكس، احنا كان في تبادل ما بيننا تجاري ما بيننا وبين الحضارات الاخرى. عندنا بلاد بونت كان في استجلاب منها بصوره كبيره جدا لعدد من الكائنات الحيه مجازا، عدد من النباتات، عدد من الاسماك. بالاضافه ان كان عندنا الشرق الادنى الاسماك. القديم، طبعا الصيد طب هل الاسماك، عندنا طريقه صيد لكن واستجلاب عدد من الاسماك المعينه، الطيور كمان. طب هما كانوا
يعني احنا دلوقتي عشان نستجلب من دولة تانية واحنا عصر التكنولوجيا وحاجة، يعني كان نظام بنقعد عندنا المقايضة، يعني تكنولوجيا احنا كبيرة. بنبادلهم سلع معينة او اطار لا انا معين. اقصد الطرق، طريقة طرق الاصطياد بتاعة الكائنات عموما دي كانت امر صعب جدا. اه يعني طبعا سواء الحضارات الاخرى او الحضارة المصرية عشان يلجأوا انه يتم الموضوع ده كان الموضوع شاق بعد الشيء. بس في الغالب ان الحيوانات في مصر القديمة كانت أليفة بعد الشيء، مش الحيوانات اللي هي ممكن ما مفترسة. كانش عندنا الطبيعة المفترسة يعني. ولكن في نقطة برضو مهمة جدا، ودي هتدخلنا المدخل دراسة البيولوجيات المتعلقة بالحيوانات. يعني في حيوانات كان ممكن يوصل الأمر يبقى صعب في اصطيادها بعد الشيء، زي الضبع مثلا. الضبع ده يعتبر من أشرس الكائنات الحية اللي كانت موجودة في مصر القديمة، واللي هي عموما هي يعتبر من أقوى الكائنات. يعني حتى اصطياد المصري القديم ليه. طيب كان المصري القديم عنده من العناصر الأخرى ممكن يصطادها عشان هو يستخدمها، سواء استخدامات للزراعة أو لحوم أو جلود أو ألبان وما شابه. عنده التيران بأنواعها، عنده الأبقار. لماذا لجأ الحاجة إن هو يفكر يصطاد الضبع؟ وطبعا زي ما حضرتك بتقول ما كانش الأمر سهل في اصطياده، لأن هو حيوان مفترس. يمكن دراسة المصري وتعمقه أو فكرة إن هو بيتابع الخصائص البيولوجية للكائن أو اللي هو التكوين الجسماني ليه، قدر يعرف ان الكائن بالتحديد عصبه او العمود الفقري بتاع الخاص بيه مرتبط بالفك بتاعه، اللي هو الفك ده يعتبر هو القوة الكامنة فيه مجازا. فنهاية العمود الفقري كانت عند اول جزئية من الديل مع جسمه او مع المؤخرة بتاعته، فكان بيمسكه من النقطة دي. مجرد ما مسك الضبع من النقطة ديت بيجيب له اشبه بشلل. فده كان عنصر الاصطياد. فطبعا ما كانش الامر سهل. وبعد طبعا. كده يبتدي يشترك فرد او اتنين، على الرغم ان الضبع جسمه مش كبير، بس كان بيحتم عليه ان يبقى موجود شخص او اتنين موجودين يقيدوا رجليه. والادى من ذلك اللي هو كان بيعمل له عمليه التسمين، يعني يسمنه ياكله. طب الهدف ايه بقى؟ النقطه دي نقطه مهمه جدا. طبيعه الضباع ودراسه المصري القديم ليها، الضباع كانت اكتر عنصر غذائي ليها هي بمثابه البيئة الطبيعية اللي عايشة وسطها مع الأسود. ماشي. على الرغم ان الأسود كانت قوة كبيرة جدا وقوتها تفوق والأسد كان موجود في رسومات طبعا كتير قوي يعني. طبعا. يعني وهنا في جانب بيوري لي مدى ان البيئة الطبيعية، يعني سبحانك يا رب، وليدة لخدمات متعلقة ببعضها البعض. يمكن عندنا الأسود كانت بتعتمد اللي هي بتاكل الفرائس المختلفة. طبعا. الضباع بتعتمد على البقايا الخاصة بالأسود. يعني مثلا الأسد بيعتمد على أكل اللحوم فقط وترك العظام. الضباع بتعتمد على أكل النخاع بتاع العظام، فأصبح في جسمها في معادن. فالمصري القديم لما ابتدى ان هو يتناول لحومها اعتمادا ان اللي في جسمها نوعية من المعادن مختلفة عن اي كائن اخر. فدي نقطة مهمة جدا بتوضح لي مدى اهتمامه بالجانب ده، اللي هو يعني بيعاني عشان يصطاده. موضوع شاق جدا عشان يصطاده، ولكن ايه الحكمة ان هو يفكر يصطاده مجازا. بالاضافة ان في دراسات مختلفة اثبتت ان هو كمان لحومه بتعالج من امراض الكبد. دي نقطة مهمة جدا. علاوة طبعا ان حتى الروث بتاعه اكتشفوا ان هو بيبقى اشبه بالحجر الجيري. يعني عملوا منه الطباشير مجازا كمان. احنا قدام حالة بتوضح لنا ان لو هو لجأ لمعاناة في صيد كائن حي معين هيبقى فيه خيرات او مكتسبات كتيرة جدا ممكن يلجأ لها. طبعا. وده بيورينا نقطة اهتمام المصري ان ازاي يعمل تناغم ما بينه وبين البيئة المحيطة او الكائنات المختلفة. وعلى النقيض او على الجانب الاخر عندنا فكرة وجود الاسود. نفترض يعني الاسود كان لها رؤية مختلفة، يعني يمكن هو ما تناولش لحوم الاسود بس خدها لرموز تعبيرية، ودي نقطة مهمة جدا. زي ابو الهول مثلا. نفترض يعني مثلا جسم اسد او الطبيعة بتاعت التناغم ما بين الوجه الادمي وجسم الاسد. دي رؤية برضو هنوصفها في فكرة الرموز الدينية. طريق الكباش برضو، لان نفس القصة الكباش. دي حاجة برضو يعني الفكرة نفسها اعبر عن الطريق بالاحتفال الوقتها بالكباش. رمزية الكباش سواء بنقول الكبش اهو ده مثلا فكرة اللي هو الصيد بتاع الضباع او تسمينه بعض الشيء والربط الخاص بيه. اللي يشوف شخص متحكم فيه بصورة كبيرة جدا وبيعملوا له عملية التسميم لتناوله بعد من ذلك، يعني هم اوريدي بيجهزوه لعملية ما. فالحالة اللي بنوصفها حتى في فكرة الأسود إن عندنا قوة الأسد تهادي 3 من قوة الضبع. يعني الأسد لو دخل معركة ضد 3 ضباع ينتصر عليهم، لو 4 الأسد يتهزم. نتاج قوتهم المفرطة بعد الشيء. الحيثيات بتاعت الأسد أو الجوانب اللي هي المتعلقة بيه
خلت المصري ياخدوا الرمزيه مهمه جدا، بالتحديد انثى الاسد. انثى الاسد كان التكوين المصري او فكره فيها ولفظه عليها او ترديسه ليها بالمعنى اللي هي المعبوده سخمت في مصر القديمه، او القوه الكونيه سخمت، ودي معناها القويه مجازا. طب الحاله بتاعتها ايه اللي يمكنه ان هو يختار انثى الاسد في التعبير عن القوه، وان هي تبقى رمزيه للحروب والشفاء من الامراض مختلفه، وليها جانب طبي وجانب للحمايه في مصر القديمه. دي نقطه مهمه جدا، ان الاطار بتاع حيثيات انثى الاسد لو احنا قارناه بالحرب مجازا، او وجود اشتراك للجنود بصحبة بعض، وحرص الجندي على ان هو يضحي بروحه في سبيل نجاة صديقه او زميله، ده ظهر لنا في الوفاء اللي هي بتعمله كأنثى الاسد مع زوجها ومع ابنائها في جوانب مهمة جدا. ان اولا من بداية الحياة انثى الاسد لما بتصطاد اي فريسة بتنتظر لحين ما تأمن الإطار بتاع الفريسة، وتخلي زوجها الأسد مجازا هو اللي يتناول، وهي بعد كده تاكل المتبقي منه. ده عنصر مهم جدا. طيب الجانب الآخر إيه؟ إن بعد ما يحصل أي وفاة لأي من الأسود اللي هم الصغار بتوعها والأشبال بتوعها، أو حتى زوجها، بتحرص إن هي تاخده تنقله من مكان لمكان آخر بعيد عن مرأة أو رؤية الضباع، لأن الضباع بتتغذى زي ما قلنا على العظام وعايشة في نفس الإطار بتاعهم. فعلشان هنا ما تمكنش إن هم زي فكرة لما بنقول يمزقوا الجثمان بتاعة الجندي بعض الشيء. إن الشهداء حتى بنلاحظ إنه إحنا لو حد استشهد بنحرص إن بيتاخد الجسد بتاعه علشان العدو ما يحاولش إن هو يعرضه لعملية تمزيق أو تأشم. الرؤية دي قدر يربطها بان ازاي يخليها رمزيه للحرب بعض الشيء في الدفاع والنضال، او فكره ان هو الحمايه للفصيل الاخر. هل انا كنت قريت مقال بيتكلم انه مصر القديم كان بيتعلم كتير من اساليبه في التعامل من بعض الحيوانات طبعا بالفعل. يعني عندنا من ضمن برضو المعبودات المهمه او القوى الكونيه اللي هو وصفها والكائنات الحيه اللي نعتها بالذكر ده كان قرد البابون. وقرد البابون او يعتبر النوع الشائع من القرود في مصر القديمه، ده كان ذكي لدرجه كبيره جدا. ابتدى يتامله او يشوف الجوانب المتعلقه بيه والخصائص الفكريه فيه، ومن ثم ابتدى ياخده رمزيه لفكره الحكمه والكتابه والعلوم الطبيعيه، اللي هو مجازا اصبح يسمى المعبود تحوت. نتاج ان هو كان بيلاقي ان القرد مجازا ليه اشاره او بيتحط مجازا، هم حتى لما وصفوه على جدران بعض المعابد او الاجزاء العليا منها، ان هو الاشاره الرئيسيه لشروق الشمس او التهليل. يعني اشبه ان هو عنده رادار بعض الشيء. ابتدى ان هو يلاقيه معدلات فكره تقارب لمعدلات فكر الانسان في بعض المواضع، فابتدى يستخدمه في الحراسه. يعني بقى هو كان قبل حتى الكلاب في فترة زمنية معينة. يعني الكلاب كانت هي العنصر الأمني المشترك ما بينها مثلا بين العصر القديم وبين الفترة الحديثة. إنما القرود كانت قبل من كده. القردة كانت هي اللي ليها مواضع كبيرة جدا في التأمين أو فكرة حتى الكشف عن اللصوص، نتاج إن هي حركتها سريعة، ذكية جدا، سهلة التدريب بعض الشيء. فابتدى يعبر بيهم عن خصائص متعلقة بالمعرفة والحكمة وما شابه. بالإضافة لعندنا طائر الأيبس بالتحديد، اللي هو مجازا زي طائر أبو منجل، اللي هو ليه جوانب مهمة جدا في المنقار بتاعه. في أكتر من طرح وما زال الأمر غامض، هل هو كان ليه الإطار بتاع المنقار بتاعه مجازا ليه إيحاء اللي هو عامل زي شكل الهلال القمري بعض الشيء، أو ربما إن هو كان بيساعد على اللي هو يتناول الديدان أو الآفات اللي ممكن تهدد المحصول بعض الشيء. فابتدى إن هو الفلاح المصري يجد إن هو معاول ليه، يعني عنده فكرة تساهم في نماء المحصول أو خصوبية الأرض. فمن هنا برضو ابتدى ياخدوا رمز آخر للمعبود تحوت لفكرة المعرفة وما شابه. يعني موضوع هسألك فيه، بس أنا عارفة إنه تفاصيله كتير وهنتكلم فيه في فقرات جاية. حضرتك قلت لي قبل الهوا معلومة غريبة، إنه الدجاج ما كانش موجود في مصر بالفعل في الفترة دي. في الفترة المصرية القديمة كان عندنا الأوز والبط، هم الطيور الشائعة عندنا بالأساسيات. طبعا من عنصر من طبعا والنعام، بس فعلا ما شفناش دجاج مرسوم بالفعل. يعني منذ عصور ما قبل التاريخ كان متواجد منقوشات مختلفة على النعام، وبعد من ذلك الأوز والبط يعتبر هم دول الطيور الأساسية والاعتماد عليهم بصورة غذائية كاملة. بعد من ذلك ابتدينا نلاقي شواهد على عدد من الشقفات
ممكن نقول من بداية الدولة الحديثة مجازا. أشهرهم طبعا تحتمس الثالث، كان ليه جوانب ترجع لعصره على رسمة الديك بعض الشيء، وابتدت ده معناه الدواجن انه ايه؟ انه طبعا بيستجلبوها استجلب. من الخارج. لأن تحتمس الثالث طبعا كان عمل حملات كبيرة جدا خارجية. كان من نواتج الحملات أو الغزوات دي إن احنا زي ما لسه كنت بتحدث مع حضرتك، استجلاب خصائص نباتية مختلفة، استجلاب طيور، استجلاب حيوانات من البلدان اللي هي الآسيوية بعض الشيء، ومن ثم ان هي تبقى متواردة في مصر ويبتدي ان هي يستأنسوها وما شابه. ايه اكتر في الفترة البطلمية كم استكمل اتفضل. الجزئية دي، الفترة البطلمية ابتدت تنتشر بقى الدواجن في مصر القديمة. طيب ايه اكتر حيوان تم استجلابه غريب، او يعني الدب مثلا؟ يعني قلت لي؟ الدب مثلا كان من الحيوانات النادرة، يعني ما اثبتش ان هو بس ولا مش موجود على رسومات عندنا. لقينا له مواضع كان بيتم استجلابه من سوريا بالتحديد. وكان في نوعين ليه او شكلين مجازا، اللي هو لونه مايل للاصفر او البني شويه، واللون الرمادي. وكان من الحيوانات المفترسه بعض الشيء. لكن لم يثبت ان هو ولا تواجد في مصر القديمه كدفنات ليه او حتى عنصر تحنيط، لان ده مهم جدا. يعني ولا ده ظهر ولا ده ظهر، ربما كان مجرد ان هو تم استجلابه مع الحيوانات النادره اللي ما بيئتها المناخيه ما توافقتش مع مصر مجازا. لان النقطه هنا بتودينا ان في بعض الحيوانات ما كانتش البيئه سهله ليها للتوائم مع الارض المصريه بعض الشيء. في حيوانات انقرضت، في حيوانات كانت متاحه ان هي يتم انتشارها بصوره كبيره جدا. اظن طيور كتير قوي كانت مرسومه لو انا صح يعني على جدران معابد طبعا عندنا يعني الجوانب الطيور والزواحف وما شابه. يعني احنا الرسومات زي دي فيها انواع بيئه طيور طبعا، يعني مختلفة. دي مثلا اشبه بحديقه حيوان. يعني دي نقطه برضو مهمه جدا. آه. كل قصر ملكي كان في الغالب بيبقى فيه شواهد على وجود حديقه. الحديقه دي فيها اشجار، ممكن تبقى اللي هي مرتفعه، ممكن زهور بسيطه زي اللي قدامنا كده، بردي ولوتس مجازا، وبعض الاعشاب الطبيعيه. ممكن تبقى ان هو نفترض عامل بركه بعض الشيء. كل ده بيستجلب فيها بعض الطيور والحيوانات اللي هو بيوحيله بمنظر طبيعي الى حد ما. طبعا دي مقابر مهمه جدا، مقبره مثلا باشيدو، دي جوانب متعلقه حتى لو نلاحظ كلها رسومات حيوانات، ده ليها دلاله معينه طبعا، وكل حاجه من دول ليها دلاله. ولو نبص نركز قوي في منظر في الناحيه الشمال كده من عند المدخل لشخص المفروض ان هو تقصيه معينه ومش بيسجد هنا. لو نلاحظ حتى فوق او الجزء الامامي ليه، يعني هو واقف ورا النخله، ده نخيل الدوم بعض الشيء. يعني عندنا الدوم كان موجود، وعندنا الجميز، وبرضه دي من الجزئيه النباتيه المهمه جدا، ان هو دايما يربط نفسه بالبيئه الطبيعيه لان هو بيستغلها. يعني الدوم ده مثلا كان مهم جدا لانه بيعالج مشاكل في الهضم بعض الشيء. ويمكن من اشهر الحاجات اللطيفه ان توت عنخ امون في المقبره بتاعته لقينا عدد كبير جدا من الدوم. كان لسه لان هو طبعا ما بزال باقي وثمره موجوده ما فسدتش بعض الشيء. طب يعني طبعا زي البلح تحنيطها بشكل معين ولا لا متروكه طبعا، لان هو ربما ان هي كانت بتستخدم كعلاج ليه. لان عندنا كذا حاله بمثابه او اشبه ان هو كان عامل زي فكره صيدليه مجازا لو هيوصف الامر ذلك، خاصه ببعض العناصر الغذائيه المعينه اللي كان بيتناولها. فكانت الدوم لها دلالات، او نخيل الدوم كان ليه دلالات، وكان مهتم المصري بزراعته. هو استعان بيه كعنصر معماري باعتبار ان هو كان بياخده كالاعمده او ما شابه، بجانب ان في عنصر طبي برضه. فاحنا قدام ان البيئه الطبيعيه جبرت المصري القديم ان هو ازاي يستغلها، بس بالاسلوب السامي، مش اللي هو الشكل اللي ممكن يبقى سلبي بعض الشيء. ويمكن ده ودانا زي ما لسه بنتكلم على فكره الجانب المهم بقى، هل هو قدس الحيوانات بالتقديس اللي هو السطحي بعض الشيء، او اللي هي ممكن لفظي يوصل ان هو عباده، ولا كان الامر غير ذلك؟ عشان ده بيحصل عند ناس كتير لبس فيه. انا من وصفي كل اللي انا بتكلمه ان هو استغل النعم دي، صح كده؟ انا ذكرت تعمدت تذكر لفظ نعم على اعتبار ان هو امن ان ربنا حط صفات في الكائنات دي هو قدر يستكشفها ومن ثم يستفاد منها. طب هو مقابل الاستفاده دي ايه؟ ضروري الاحسان. نركز قوي في الالفاظ اللي انا بقولها، الاحسان للايه؟ للكائنات اللي موجوده دي، مش التقديس بمعنى ان هي مصدر الحياه فقط لا غير. لا، هو مؤمن ان في قوه كونيه عظمى هي اللي وضعتني انا او خلقتني انا، وخلقت الاسد، خلقت الفيل، خلقت البقره، خلقت الماعز، خلقت الكبش، وهكذا. فانا ابتدي ان انا ادور ايه المتاح ليا استفاد منه، وبناء عليه اقدر احافظ عليهم، ما اعرضهمش مثلا لامور سلبيه. ده انا استكشف
خفاياهم بعض الشيء. يعني نفترض من الحاجات المهمة جدا فرس النهر، ويمكن هو قليل دلوقتي في مصر القديم، مصر الحديثة يعني أشبه إن هو ممكن نقول انقرض كمان. فرس النهر ده كان ليه موضع مهم جدا، وعلى الرغم إن هو كان ممكن ننظر له من منظور اللي هو الشرس بعض الشيء، لأن هو كان ممكن لو قرب على الضفاف الخارجية للنهر ممكن يتغذى على الكائنات اللي بره، أو يعرض حتى الإنسان لو ماشي إن هو يهاجمه. ولكن المصري خده بمنظور آخر لما قدسوا واعتبروا إن هو حتى ترديس للمعبودة طاورت، تمام، اللي هي بمثابة كانت رمز للأمومة أو للولادة والاحتوائية والحماية للأطفال أو المواليد. طب ليه؟ دي نقطة مهمة جدا. وليه هو قدسه بالمعنى؟ مش قدسه زي ما قلت للعبادة، للمعنى العبادة، لا، ان هو يحافظ عليه، لان هو اكيد بيعطيه حاجة. طبعا اكتشفنا ان خصائص البيولوجية للكائن ده بالتحديد ان هو اوريدي بالنهار اكتر كائنات ممكن ان هي بتطلع على المياه او يطلع يتنفس وينزل كل 8 دقايق، مجرد ظهوره بس بمعدل معين، يعني بيغوص في الميه، يعني مش زي الكائنات الاخرى اللي ممكن تبقى طافيه طوال فتره النهار، وبيظهر بالليل، واضح كده، او يقدر يتجول عادي. ده ليه محمل معين المصري استعان بيه في حته معينه. طب الجانب الاخر هو بيطلع يتناول الاعشاب اللي على ضفاف النهر مجازا او على السطح الخارجي. الحاله بتاعته ان ربنا حط فيه خاصيه النظافه المفرطه، ان اثناء ما هو بيتناول الاعشاب بيتم عمليه الاخراج بعض الشيء، فبيبتدي يحرر ديله اثناء اتمام العمليه دي، فيوزع الروث بتاعه على اجزاء مختلفه من الضفاف المحيطه بالنهر. طب هو اوريدي بيتناول اعشاب، يعني بيتناول بذور، يبقى اذا الاعشاب هتخرج في الروث بنفس الطبيعه البذريه فتعاد بنائتها من تاني. يعني هو بيعمل عمليه اعاده بناء مره اخرى للبيئه او للتربه. فابتدى المصري يتابع النقطه دي فقدسه من النحو ده، قال لك ده كده كائن بيحافظ على البيئه وانا مش واخد بالي ازاي، لابد ان هو يلقى من التقديس او التبجيل بعض الشيء، فابتدى يوصفه للنقطه اللي هي مصدر الحمايه. طب انا قلت ان هو رمزيه للامومه او الولاده، ايه الحكمه؟ ان من اكتر الكائنات الحيه على وجه الارض بتحافظ على المواليد بتاعتها. ازاي بقى؟ من التماسيح او من اي حيوانات اخرى بتحافظ عليها، بتقدر ان يعني؟ هي تهاجم طبعا اي حد. يعني هي قوه دفاعيه لكل المواليد بتاعتها. يعني اكتر حيوان ممكن يناضل بروحه او يضحي بروحه في سبيل ابنائه. بالاضافه ان دايما لما بيمشوا سرب لازم هو يبقى اول واحد فيهم. الام مجازا تبقى هي المسؤوله عنهم، ما يبقوش هم قبلها او قدامها. علاوه على ذلك النقطه المهمه بقى ودي لازم نفهمها، ان الاساطير المصريه او الذكر ان الناس وصفوها كاساطير، فكره مثلا مجازا اسطوره ايزيس واوزوريس، او مجازا الصراع ما بين حورس وست والاستكمال بتاع المشهد، في تجسيد معين المصري وصفه بان حورس كان تجسيد للصقر مجازا، وان المعبود ست في احدى الفترات اللي هي متعلقه بالصراع مع حورس مجازا كان ممثل بهيئه فرس النهر. وهنا لنحو برضو مهم جدا، ان المصري زي ما انا لسه قايل قدر يوصل ان فرس النهر بيقدر يغوص في النهار ويطلع كل 8 دقايق مجرد يتنفس وينزل تاني. فالصقر من فوق ما يقدرش يشوف هو مكانه فين، يعني ما يقدرش ان هو يقرب له، لان الصقر لو قرب للاطار المائي دي مناظر متعلقه للمعبوده طاورت اللي على اليمين دي، تجسيد لطاورت اللي هي كانت جزء. لو احنا بنشوف المخالب لو بصينا اكتر على الرجلين هنلاقيها اشبه بمخالب اسد، وجسم فرس النهر ووش تمساح، ميكس ما بين 3 كائنات حيه. دي تجسيد للمعبوده دي، ان ال3 مشتركه فيهم نفس الصفات اللي انا بتحدث عليها، اللي هي فكره الحمايه، فكره الامومه، الفكره المتعلقه بايه؟ بالمساعده على ان البيئه الطبيعيه تخلد او تستمر وما تندثرش. طب ليه كانوا تفتكر الحكمه ان هم بيرسموا كده، يعني وجه حاجه وجسم ما هو دي لان تشارك انا عندي نفس صفه الوفاء ممكن تبقى موجوده عند حيوان اخر او طائر اخر. الصفات دي مشتركه. مثلا نفترض هو قدس البقره ليه؟ وجد فيها احتوائيه الامومه بعض الشيء. طب ما الاحتوائيه دي موجوده عند المراه، فابتدى يعمل ميكس، احيانا يخلي المراه تبقى براس مجازا يعني. بالظبط، تبقى قرنين البقره هتحور مجازا، تمام، وجسم امراه كامله، وهكذا. يعني هو بيربط ما بين اشتراك لعنصرين مع بعض. ده طبعا كانت مرحله ما في المعتقد الديني في مصر القديمه. البدايه الفعليه كانت اللي هو لاشكال ادميه لاشكال حيوانيه، وبتفهم انا بقدسها ليه؟
او انا بمثابه ان انا شايف فيها صفه ايه. بعدها فتره زمنيه وصلت ان بقى في مفكرين، فالمفكرين هم اللي قبلوا الطرح الجديد ده، ان انا ازاي بصوره مهاريه عاليه جدا اركب راس حيوان او طائر على جسم انسان. طيب هل بعد كده في التطورات الأسر المختلفة لقينا حاجة مكتوبة عن علاقة مثلا ملك من الملوك بطائر معين، بحيوان طبعا معين؟ طبعا يعني كتير طبعا، يعني عندنا بالتحديد كان الاسد ده واخد اطار، والصقر او حورس واخد اطار. يعني تجسيد الطائر بالتحديد ان عندنا اللقب الحوري ده مجازا ان الملك كان بيعتبر نفسه حورس اللي على الارض، ومجازا حر او حريو مجازا بالاصطلاح اللي هو المصري القديم البحت، وعندنا باليونان اللي هو حورس مجازا. الحيثيات بتاعته كان بيعتبره ان هو المرسل للرسائل الالهيه للشخص اللي هيوكل باداره امور البلاد، فكان بيعتبر نفسه ان هو قاسم مشترك ما بينه وبين الصقر. ولو جينا بصينا النواحي المختلفه للالقاب الملكيه، كان في لقب الحوري وفي لقب الحور نبت مجازا او حورس الذهبي او الحور نبوه، اللي هو تجسيد اخر برضو لهيمنه حورس ده، كانت رمزيه استكماليه للنماء والتطور في مصر القديمه. يعني على الرغم ان انا بوصف ان هو صقر مجازا، بس الحيثيات المحيطه بيه او الجوانب اللي هو كان، يعني عشان الامور تبقى واضحه بس المشاهد وما يبقاش الامر صعب لحد ما، ان والده اساسا المعبود اير 6 او اوزوريس كان تجسيد للخصوبه او نهر النيل. ومن ثم بعدها والدته كانت رمزيه للتربه الخصبه، هو النتاج الخارج ما بينهم، يعني هو اللي استكمل رحله النماء والتطور في البشريه، في تجسيد ان هو بيغوص في كل الكون عموما، في المساحه الشاسعه من السماء بيختفي فيها، وبيرجع برسائل اشبه الهاميه للانسان اللي هو مسؤول عن الدوله كملك نفترض. فابتدى الانسان اللي هو كملك ده يعتبر نفسه نعت للتجسيد بتاع الطائر ده، ويبتدي يوصف نفسه بان هو استكمال لرحله الحياه، مسؤول عن اطار النماء ومسؤول عن الاطار المعماري بعض الشيء توافق. على النقيض كان في عمه اللي هو مجازا 6، اللي هو تجسيد لفكره الصحاري او الجفاف او الامور اللي ممكن نقول شروريه الى حد ما. الحيثيات بتاعته مش الشر المفرط، ان هو دايما عايز يقول لك ان في كتلتين، في قوة شرورية وفي قوة خيرية مجازا او الخير، فبيعمل بالانس ما بين الاثنين. ضروري ده يبقى متواجد، ضروري الصحاري وضروري المواطن اللي فيها مقاوي عشان ابني واستغل الاحجار وما شابه، وضروري يبقى في نماء للكتلة الارضية طبعا. انما لا يمكن الامر يبقى كده بس ولا يمكن الامر يبقى كده بس. هي دي فكرة الخير والشر اللي الناس وصفتها انه صراع، لا، يعني ضروري الحياة هتفضل فيها امور تشارك من نفس النحو دوت. ولكن اللي اقصده ان كمان في كائنات اخرى بعيدا عن تجسيد حورس، كان الملك بيوصف نفسه بان هو كالاسد بالتحديد. كويس. ودي ظهرت في مواضع كتيره جدا، نتاج القوه المفرطه، وان هو شايفه ان اقوى الكائنات. حتى الفهود بعض الشيء كان بيحاول ان هو يرتدي الازياء بتاعتها هو وعدد من النبلاء او الكهنه الاخرين. الحقيقه يا دكتور يعني احنا المفروض يطول معانا الكلام في الفقره دي بالذات، لانه لو قعدنا كتير قوي تحكي لنا قصص واساطير واسرار عن المصري القديم مش هنخلصها. بشكرك جدا جدا ضيفي الكريم طبعا دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الاثار المصريه والارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعيه. بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا. ومشاهدينا بكده تكون خلص حلقتنا ويومنا النهارده، بكره يوم جديد وفريق عمل جديد.